أهلا بيكم في السيشن رقم 14 والأخيرة من رمضان كام. معكم أروى مختار هيد أو سي في الجيو هاب. سيشن النهاردة مش مجرد كلام عن فرص، لكن عن كسر حدود وتوسيع أفق وإزاي تبص لمستقبلك بشكل عالمي. معانا النهاردة مهندسة قدرت تثبت إن الشغف والاجتهاد يفتحوا أبواب كانت باينة إن هي صعبة. واحدة من أوائل المهندسات اللي اشتغلوا في مجال الأويل أند جاز على البريمة في مصر، وكسرت الصورة النمطية عن شغل الويل سايد جيولوجيست، وأثبتت إن المجال ده مش حكر على حد. أحب أرحب النهاردة بالبشمهندسة سارة فخري، واللي هتكلمنا النهارده وهتاخدنا في رحلة مختلفة نتكلم فيها عن global opportunities، ازاي توصل وايه اللي محتاج تشتغل عليه من دلوقتي عشان تبقى مستعد للمنافسة على مستوى عالمي. قبل ما نبدأ يا ريت كلنا نتأكد ان المايكات تكون مقفولة، وفورم الحضور هتتبعت ان شاء الله في نهاية السيشن في الشات. ارحب بكم مرة تانية، وارحب بحضرتك يا باشمهندسة. دلوقتي نقدر نبدأ السيشن. شكرا ليكي جدا بجد، تسلمي على المقدمة الجميلة. وبصراحة أنا متفاجئة من العدد. أنا بصراحة يعني الموضوع جه فجأة، وطبعا كنت مزنوقة جدا ومشغولة، بس الناس في جيو هاب تواصلوا معايا وقالوا لي احنا حابين حضرتك تكوني معانا في الكامب. وبرغم ان انا كنت تعبانة جدا، كنت راقدة في السرير لمدة 3 أسابيع، حتى تلاقوني الاكتيفيتي بتاع على لينكد ان قليل قوي. كنت تعبانة جدا، وكنت سافرت بره جنوب أفريقيا، وبعدين لسه راجعة برضو من العمرة. فكل السفريات دي للأسف يعني جابت لي خليط من الانفلونزا بقى الغريبة اللي فضلت معايا مدة طويلة. فالحمد لله يعني عرفنا ان احنا نعمل السيشن دي هو في وقت مزنوق، بس ان شاء الله it will be to the point، وهتفيدكم ان شاء الله كلكم، وان شاء الله تستفادوا بإذن الله. أنا هاحاول بقى حد يعمل لي شكرًا جدًا يا سهام. حد يعمل لي بس how to share my screen عشان أبدأ أشيّر معاكم الslides وأقول لكم إيه الحاجات اللي ممكن تعملوها عشان تقدروا تسافروا برّه وتستفادوا من الفُرَص دي. الموضوع مش مجرد سفر برّه، لأ ده هي بصراحة حياتكم بتتغيّر بعدها يعني. فخلّينا بقى نshare الslides. أهلًا بيكم، وبجد مبسوطة جدًا إن أنا معاكم النهارده. الموضوع هيبقى سريع جدًا، ولكن عشان نغطي أكبر قدر ممكن من المنح والفرص اللي ممكن تقدموا عليها برّه مصر. أنا اسمي سارة فخري. اتخرجت في 2013 في وقت أزمة البترول في مصر. ما كانش في أي فرص بترول موجودة، وفضلت كده لسنين طويلة على فكرة. آآ عشان كده أنا باقول يمكن الجيل بتاعكم محظوظ شوية، لإن ما شاء الله اللهم بارك المجال فتح السنة اللي فاتت دي. شركات كتير لأول مرّة شركات الحكومة تبدأ تطلب ناس، وبدأوا يعينوا ناس جديدة. الفرص دي ما كانتش متاحة في وقتنا خالص، you have to know that you're lucky. خشوا إنترفيوهات، خشوا إنترفيوهات، خشوا إنترفيوهات even you will get rejected. بس الinterview ذات نفسه experience حلوة جدًا، هتفيدكم في المنح، هتفيدكم في حياتكم، هتفيدكم في حاجات كتير. أنا أحب إن أنا أدخل إنترفيوهات even if I'm not going to go for another company or whatever, but الinterview ذات نفسه خبرة في حد ذاته. بانصحكم جدًا تقدموا، ما حدش يخاف. ما ما تقولش لنفسك أنا مش هاتقبل في المكان ده. don't reject yourself before you get you apply to the job. يعني ما ينفعش مثلًا تلاقي الموضوع كبير، إيه ده لأ، دي شكلها جوباية كبيرة عليّا أوي، أنا مش هينفع أقدّم فيها، هاتكسف، هيبقى شكلي وِحِش. لأ، قدّم واترفض مش مشكلة. ما تخلّيش الرفض يبدأ من نفسك. لو أنت بدأت برفض نفسك، الناس التانية هترفض. فلأ، خُد ثقة في نفسك وقدّم واتعلّم وكل الكلام ده، وهتلاقي الفرص إن شاء الله متاحة ليك. فزي ما قُلت لكم اسمي سارة فخري، اتخرجت في 2013. ما كانش في فرص عمل للأسف متاحة في الوقت ده. يمكن أنا الوحيدة في الدفعة بتاعتي اللي اشتغلت في مجال البترول. الدفعة كلّها حوّلوا لمجالات تانية، سواء كان في الsoftware testing والّا في مجالات الmedical أو whatever. ما حدش عرف يشتغل في المجال بسبب الأزمة اللي كانت موجودة وقتها. الأزمة ما كانتش بس على البترول، ما كانش في بقى مجال التعدين، ما كانش في الحاجات الموجودة التانية دي. ف كان لازم الواحد إن هو يبدأ يشتغل على نَفْسه، عشان أنا إنسان طموح، أنا مش عايزة الدنيا تدفنّي. أنا هاحاول إن أنا أسعى، وإن شاء الله ربنا هيكافئ تعبي. الحمد لله ساعتها أنا سعيت جدًا، كنت باعمل activities في الجامعة. كنت بابسّط علوم الجيولوجيا للجمهور من الأطفال ومن الناس الكبيرة حتى. كنت باشارك في مهرجان القاهرة للعلوم. زميلي في المهرجان كان الدحّيح أحمد الغندور. فدي كانت أنا كنت مسؤولة ترابيزة الجيولوجيا، فكنت باحب أبسّط علوم الجيولوجيا في المهرجان. اتكرّمت من طبعًا ما لقيتش فرصة بترول
مش في البترول عمومًا، ما لقيتش فرصة أول ما اتخرّجت. ف الحمد لله عرفت بقى طبعًا بسبب الactivities اللي كنت باعملها في المهرجان، مهرجان القاهرة للعلوم، هو كان بيبقى hosting الhosting بتاعه معمول في الجامعة الأمريكية، اتشافت القدرات بتاعتي والشطارة بتاعتي اللي كنت باقدّمها للجمهور وقتها، واتعرض عليّا وأنا لسه طالبة في سنة رابعة إن أنا أكون معيدة في الجامعة الأمريكية، والحمد لله اشتغلت معيدة في الجامعة الأمريكية لمدة سنة. وفي الفترة اللي أنا كنت موجودة فيها هناك كنت بدأت أفكّر طَب أنا هل هاكمّل في المجال ده؟ طَب أنا دوري إيه؟ أنا بادّي زي sessions للطلبة بتوع هندسة البترول عشان يعرفوا عن مجال الجيولوجيا بحاجة مبسّطة جدًا عشان تنفعهم في المجال بتاعهم، لكن أنا بقى هاتطوّر إزاي أو كده مش شايفة في مجال للتطوّر، فبالتالي أنا عايزة أروح لمكان تاني. بدأت أدوّر إيه اللي ممكن أعمله، كنت بافكّر في إن أنا أروح آخُد masters برّه مصر، كان ساعتها في منحة ExxonMobil موبل موجودة وقدّمت عليها بالفعل، ولكن للأسف في السنة دي حصل إعصار في أمريكا، ما قدرتش إن أنا أسافر وقتها وآخُد الmasters بتاعتي من هناك، كانت منحة لمدة سنتين fully funded والحمد لله كنت من ال9 اللي اتقبلوا على مستوى الشرق الأوسط وقتها. بعديها قُلت طَب أعمل إيه تاني في حياتي، رُحت بعد كده سمعت عن دكتور هشام سلّام، كان لسه يا دوبك بيعرض في مؤتمر الجاو عن إن هو بيدوّر عن ديناصور المنصورة الكلام ده في 2014 وإنه معاه فريق وعايز ناس تشتغل معاه، كنت فعلًا حرفيًا بافكّر إن أنا هاروح أقدّم معاه إن أنا أشتغل في الفريق بتاعه. ولكن الحمد لله برضه من ضمن الحاجات اللي الواحد كان بيسعى فيها، قدّمت في مسابقة من مسابقات الGeoscience Community اللي هي كانت مسابقة الIBA وقتها، الحمد لله حققنا مركز ساعتها على مستوى أفريقيا، وعلى مستوى مصر الحمد لله خدنا مركز أول. وبعد يعني بعد على طول المسابقة دي ما شاء الله عرفت إن في vacancy في الشركة عندنا الجيولوجية اللي موجودة في الشركة في الوقت ده مشيت، وبقى في vacancy. حظي الحمد لله، الحمد لله كان ربنا كريم، وقدرت إن أنا أشتغل في الشركة، والحمد لله في وقت كان صعب جدًا إن الواحد يلاقي فرصة. فعشان كده باقول دايمًا الواحد لازم يسعى، 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 هي مش شطارة منه ولا أي حاجة، لكن هو بيبقى توفيق من ربنا سبحانه وتعالى في المهام. اشتغلت في شركة Trident Petroleum والحمد لله عشان كده أنتم تلاقوا في التعريف بتاعي تحت أنا science communicator اللي هو الشغل اللي كنت باعمله في مهرجان القاهرة للعلوم، speaker كجزء زي اللي أنا باعمله معاكم دلوقتي وجامعات تانية، إن أنا بادّي للناس الخبرة اللي موجودة عندي إيه اللي ممكن يعملوه أو كده، وطبعًا فوق زي ما أنتم شايفين شغّالة جيولوجية في شركة Trident Petroleum من وقتها، كمان أنا mentor الفرق أي حد محتاج مساعدة من مسابقات الIBA أو أي فرق تانية حتى في SCG Evolve أو whatever باقدر أساعدهم بوقتي لو كنت متاحة. فده كلّه بنحاول إن إحنا to give back للمجتمع بتاعنا. طبعًا على اليمين هنا دي مجموعة صور من السفريات اللي أنا سافرتها حول العالم، هنشوف how to unlock global opportunities around the world وإزاي نسافر وليه نسافر أصلًا. ليه السفر مهم؟ السفر طبعًا بيدّيكم international exposure. أنتم بتبقوا شغالين هنا في مصر بيبقى عندكم أُفُق ضيّق شوية. إحنا دلوقتي مفتوحين على العالم، عندنا إنترنت، عندنا تيك توك، عندنا whatever، ولكن الثقافات اللي موجودة برّه هتلاقوا الناس بتفكّر بطريقة مختلفة عن المجتمع بتاعنا هنا، وده بيفتّح آفاقنا شوية، بيخلّينا نفكّر بطريقة positive شوية، بيخلّينا نفكّر إن إحنا ما نلعبش دور الضحية شوية. بتلاقي إن الناس هناك مُعتمدين على نَفْسهم اعتماد كلّي، ما فيش حاجة اسمها أنا مستني حد يساعدني أو يجهّزني أو يعمل لي، لأ، هم كل حاجة they take matters into their own hands، بيحاولوا إن هم يعملوا كل ده. فالinternational exposure اللي أنتم بتتعرّضوا ليه culturally ثقافيًا بيفرق معاكم جدًا في الmindset بعد كده، ده كده أولًا، بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيًا أنتم نَفْسكم يعني في حاجة بتقول في السفر 7 فوائد، حقيقي. أنت لمّا بتسافر رايح مكان جديد لوحدك، بتبدأ إن أنت تشوف إزاي to navigate إزاي تتحرّك في المكان دوّة بنَفْسك، طَب إزاي هاتواصل مع الناس حواليّا بلغة مختلفة لو أنت في بلد بتتكلم لغة مختلفة عنّك، طَب إزاي أنا هاكل وهاشرب في المكان دوّة لوحدي، لو طالع تبع منحة مثلًا مدّيين لك funds معيّنة، فلوس معيّنة، هتبدأ تصرف على نَفْسك إزاي، طَب هاغسل هدومي فين، هاعمل إيه، أسوي إيه، فده كلّه مهم. حاجة من الحاجات اللي كانت فارقة معايا جدًا في
السفر برّه، إن أنا كنت بابقى عايزة أعرف how earth science is perceived in other countries. أنا عايزة أشوف الناس بيشتغلوا إزاي بعلوم الأرض برّه مصر، يعني بيشتغلوا بيها إزاي، بيعملوا بيها إيه؟ إيه الtechniques اللي بيشتغلوا بيها برّه مصر مختلفة عن الtechniques بتاعتنا، إيه الحاجة اللي بيعملوها بشكل مختلف، طب إيه الحاجة اللي عندي أنا ممكن أضيفها، إيه ده أنا وكل ما باسافر على فكرة بالاقي إن إحنا كمصريين ناس عندنا شوية حاجات أحسن بكتير من الناس برّه مصر، بس مش عندنا الإمكانيات دي، فأنا ممكن أسافر واستغل. هو الصوت مش واضح عند جميع الشباب والّا عند الدكتورة بس؟ مش واضح. خطواتك أسرع بكتير من الناس حواليك، يعني بتلاقي إن أنت الناس كلّها ماشية على pace معيّن بطيء، وأنت كإنّك زي الأرنب عمّال بتنُط خطوات. بعد إذنِك يا باشمهندسة، هو الصوت فصل ورجع تاني، يعني آه، في جزء كده إحنا ما سمعناش. أنهي جزء؟ قبل ما أقاطعِك كده مثلًا يعني شوية. أنا كنت باتكلّم على الinternational exposure ونقلت على الfaster career growth. أيوه، إحنا بقى ما سمعناش ده. الfaster career growth إن أنت لمّا بتسافر أنا كنت باتكلّم على international exposure إن أنا باتكلّم culturally يعني ثقافيًا أنت بتغيّر الmindset بتاعتك. إحنا مش بنتكلّم بقى إيه، يعني لأ، فعلًا بتتغيّر الثقافة بتاعتك عن الحدود المجتمع المقفولة بتاعتنا. تاني حاجة أنت بتتعلّم الindependence إن أنت بتتعلّم تعتمد على نَفْسك في السفر برّه وإزاي تتواصل مع الناس حواليك، لإن الناس بتبقى بلغة مختلفة أو الكلام ده كُلّه، فدي تاني حاجة برضه في الinternational exposure. تالت حاجة أنت أصلًا بتلاقي إن الناس برّه يعني لو طلعت أنا مش هاقول لك مثلًا أنت مسافر على أمريكا والناس كلّهم أمريكان هناك، لأ أنت مسافر مثلًا ومعاك ناس من بلاد تانية، هتلاقي في ناس تانية بتعاني معاناة تحس إن أنت في نِعَم رهيبة جدًا، يعني أنا فاكرة إن أنا في مرّة سافرت وكان معانا الكارت بتاع المواصلات اللي إحنا بنستخدمه ومعانا فلوس ناكل ونشرب بيها والكلام ده كلّه، وكان معايا واحدة من نيجيريا وساعتها بتقول لي هنروح المكان الفلاني، قُلت لها تمام، قالت لي هل هنحتاج ندفع فلوس والّا كلّه بكارت مواصلات؟ قُلت لها كلّه بكارت مواصلات. كل أمّا أسألها على حاجة تقول لي هنحتاج ندفع فلوس والّا كلّه بكارت مواصلات؟ أقول لها كلّه بكارت مواصلات. بعدين عايزين ناكل وكده، فقالت لي أنا معايا ساندوتشاتي أنا مش هاكل برّه وكده، فباقول لها طَب هم already مديانا الallowance أو كده أنتِ مش أنتِ خلّصتيه والّا إيه؟ ده إحنا لسه في بداية السفر. فراحت قالت لي: "لأ، أنا مش هاصرف منه أي حاجة خالص، لإن أنا عندي ديون رهيبة جدًا محتاجة أسدّها في البلد دي، فرق العملة يعني المبلغ اللي إحنا واخدينه اللي أنتِ شايفاه ممكن نصرفه في وقت قصير ده، ده ممكن يفرق معايا سَنة قدّام." فبتبدأ تحس بالنِّعَم اللي أنت موجود فيه، عندنا مشاكل وحاجات في البلد كتير، بس بتبدأ تشوف إيه ده في ناس تانية الموضوع عندهم صعب خالص. تالت وأهم حاجة بقى أنا قُلت بالنسبة لي I wanted to know how earth science is perceived in other countries. أنا عايزة أعرف الناس دي بتشتغل بعلوم الأرض إزاي، إيه طُرق الشغل بتاعتهم، بيشتغلوا بطُرق مختلفة عننا تمامًا. أنا فاكرة إن أنا كنت في Berkeley labs في معامل Berkeley ولقيت إن هم البلاط اللي إحنا واقفين عليه قالوا لي: "ده مش بلاط عادي، ده بلاط متحرك." أنا مش شايفاه متحرك ولا حاجة، أنا شايفاه ثابت. قالوا لي: "لأ، ده بلاط إحنا واقفين على سُوسَت." ليه؟ لإن المبنى ده كُلّه متصمم بطريقة عشان لو في زلزال أنتِ طول ما أنتِ واقفة في المبنى ما فيش حاجة بتتحرك خالص. ودي بلاطات ليها علاقة اسمها seismic bound floor حاجة كده كانت خيال، اللي هو إيه ده أنتم معقولة شغالين بالطريقة دي؟ يقول لك مثلًا التكييفات اللي موجودة دي في المكان كلها لأ إحنا مش بنشغّل تكييفات ونضر البيئة، ده إحنا بنكثّف الرطوبة اللي في الجو وبنعمل بيها تكييفات، إحنا مش بتلاقي في طرق شغل مختلفة تمامًا عن لأ بتتعلم، زائد إن أنت نَفْسك أمّا بتلاقي بقى الpotential اللي فيك أنت بتبقى موجود هنا، إحنا المصريين على فكرة شاطرين جدًا على فكرة، كل أمّا تسافر برّه بتكتشف إن أنت شاطر، إحنا وسط بعض هنا إحنا كلّنا جدعين وشاطرين وكل الكلام ده، تيجي تسافر برّه تلاقي هُم معاهم tools رهيبة جدًا ما شاء الله، وإحنا عندنا الدماغ تحفة، تقدر تشغّل الحاجات دي كلّها، فبتبدأ تحس إن أنت لأ، أنا لو سافرت برّه أنا ممكن أستفاد من الحاجات دي وأقدر إن أنا أعمل منها حاجات أحسن وأحسن وأحسن وأحسن، فده اللي كنت باتكلّم عليه في الinternational exposure. في الfaster career growth إن أنت طبعًا لو أنت موجود
في شغل ومعاك زميلك مثلًا الناحية التانية، أنت شغال برتم هو مثلًا شغال برتم بطيء جدًا وأنت بدأت إن أنت تطوّر من نفسك وتسافر برّه وتتواصل مع الناس بالEnglish يبقى في practicing للEnglish بتاعك مع الناس دي، تبدأ تتعرّف على خبرات تانية، تبدأ ترجع وتطبّقها عندك في البلد، فتلاقي الcareer بتاعك بيجري، أنت بتنُط حرفيًا وحد تاني واقف مكانه، فده بييجي من السفر. الglobal network أنت ممكن تعمل cooperations وكَم حاجات رهيبة مع الناس اللي أنت اتعرّفت عليها من دول العالم كلّها، يعني أنا كان في قبل كده عملنا cooperation ما بيني وما بين زميلتي في الجزاير، وعملنا مجلة ما بين مصر وليبيا والجزاير عشان نقدّم جيولوجية الشرق الأوسط أو الحتّة دي، الصحرا دي، الحتّة ما مصر والجزاير ومصر وليبيا والجزاير، وقدّمنا ونشرنا فيه أبحاث وكنا فاتحينها وكان تعاون فالمجلة بتاعة الglobal network دي إحنا عملنا تعاون ما بين زميلة ليّا في ليبيا، وزميلة ليّا في الجزاير، وعملنا مجلة اسمها صحارى ماجازين، عملنا فيها إمكانية للطلبة إن هم ينشروا أبحاث جيولوجية على الجيولوجيا اللي موجودة في ال3 مناطق دول، وبحيث إن إحنا نعمل زي ما بين الجيولوجيا وما بين ال3 مناطق دي وبعضها، فيبقى عندك الglobal scale الgeological فهم أوسع أو بعين واسعة. ده عملناه إزاي؟ بالglobal network اللي عندنا دي. فده it really matters. بيبقى عندك طبعًا new mindset وnew confidence. أنا فاكرة نفسي كويس أوي وأنا مسافرة قبل ما أسافر برّه مصر، قبل سفريتي دي كلّها، وإن شاء الله في يوم من الأيام هاعرض الفيديو ده، كان في مؤتمر معمول وكنت باتكلم in English وأنا اتوترت جدًا، في ناس كتير قالت لي: "أنتِ عملتِ كويس." بس أنا كنت متوترة، لإن أنا كنت حاسة إن أنا باتكلم بEnglish مش كويس، وطول الوقت لإن إحنا هنا في مصر judgmental اللي هو أنت ما نطقتش الEnglish بالطريقة المضبوطة، أنت ما نطقتش بالAmerican accent، أنت ما عملتش مش عارف إيه، فكان في ال الself confidence قليلة جدًا، مش عارفة أنطق كويس، لإن كمان أول مرة أعمل talk in English. اللي عملته بعد كده شتّان الفرق ما بين ده وده، ومصيري هاجيب الفيديوز دي وهاعمل session وأورّي الbefore and after إزاي بتفرق. أنا كنت أمّا سافرت أول مرّة برّه مصر، كل أمّا أبدأ أتكلّم مع أي حد أقول له excuse my English وأبدأ أتكلّم، وأبدأ أتكلّم، لغاية لمّا وقّفتني قالت لي: "Why excuse your English? Your English is so good. You even have the Californian accent." ده أنتِ حتى عندِك الaccent بتاعة الناس اللي عايشين في كاليفورنيا. فwhy excuse your English؟ فمن هنا رجعت عرفت إن لأ، ما عندناش أي مشاكل خالص في الEnglish بتاعنا، فده كلّه ما كانش هيحصل إلا لو كنت سافرت، فحرفيًا سفرية واحدة ممكن تغيّر حياة. مين اللي ممكن يقدّم على المنح والسفريات دي؟ طلبة، الشباب الصغير، ي مثلًا حد بيعمل masters، حد مقدّم على دكتوراه، الناس الكبيرة في السن، actually everyone كلّه يقدر يقدّم على كل المنح. مش كل المنح، بس في منح معمولة لكل الناس، ما فيش فرصة موجودة ليه في مكانٍ ما، الفُرَص موجودة في كل مكان، الفكرة أنت بقى الprofile بتاعك بتsuit which opportunity ده اللي إحنا هنحاول نعمله النهارده، إن كل واحد موجود معاكم النهارده يبقى عارف إيه أصلًا طب ما الopportunity قُلتليش ليه أصلًا أنا المناسبة باحب ليه أتخيّل عشان نحاسه يقدّم، عمل إنجاز تمام؟ تاريخي في الكوكب ما حدش عمله أنا بس زيه، عايزة أتأكد إن بتنط أنتم في عالمين أبويا وجداني، سامعينّي، ما قُلتيش confirm ليه؟ معايا. تمام. 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 هم بيدوّروا على إيه؟ المنح دي بيدوّروا على إيه في الشخص اللي بيقبلوه في المنحة؟ حد عنده مهارات القيادة، بيقدر يقود مجموعة، حد بيعرف يعمل community impact يقدر فعلًا يعمل تغيير في المجتمع، حد كده عنده strong motivation في حاجة بتحرّكه قوية، يقدر إنه يعمل بيها حاجات كويسة، حد عارف وموضّح أهدافه، أنا عايز أوصل لفين، أنا بالنسبة لي كان الهدف بتاعي بسيط جدًا، أنا عايزة أطلع جيولوجية شاطرة، أنا باحب الجيولوجيا وعايزة أشتغل فيها، فعايزة الcareer goal بتاعي عايزة أعمل حاجة كويسة للجيولوجيا، فخلاص أنت عارف أنت عايز تعمل إيه، فلو عندك الحاجات دي كلّها هو أنت كده مناسب إن أنت تقدّم للمنحة whatever بقى الprofile بتاعك إيه، حد صغير، حد كبير، حد بيعمل ماستر، حد ما بيعملش ماستر، حد مجموعه قليل، حد مجموعه كبير، it doesn't matter. إزاي هاعمل profile كويس قوي؟
عشان يبقى معايا فعلًا الleadership والcommunity impact والstrong motivation وكل الكلام ده، من دلوقتي بقى، ابدأ من دلوقتي، تبدأ تبني القصة بتاعتك، هي الفكرة في إن أنت تحكي القصة، هاحكي قصة إزاي؟ اتطوّع، بيحبوا جدًا الناس اللي بتتطوّع، أنت اتطوّعت وادّيت للمجتمع، إحنا هندّي لك ببلاش. join activities الأنشطة اللي أنتم بتعملوها بتطوّر المهارات بتاعتكم، ده حقيقي، زائد إن أنتم بتعملوا فعلًا تغيير في المجتمع، أنتم بتساعدوا الناس. start initiatives ممكن initiative بسيطة جدًا، أنا كنت باعمل إيه؟ أنا كنت باجي كده أروح عاملة مجموعة، يالّا يا جماعة هنروح ننضّف محمية وادي دجلة، هنلِم الزبالة اللي هناك، ونعمل cleaning لل للمحمية اللي موجودة، دي initiative اتعملت أهي. طب والزبالة اللي اتجمّعت ممكن نعمل منها recycle، ممكن نعمل كذا، ممكن نعمل كذا. start initiatives غيّر في المجتمع، اعمل حاجة كويسة. في فترة وأنا لسه ما اشتغلتش حتى وبمصروف جيبي وأنا صغيرة، كنت باقول إن لازم في زكاة علم، فكنت بالِف على المناطق العشوائية اللي في مصر كلّها في كل المحافظات، أعلّم الناس علوم، بتجارب علمية لطيفة عشان أحبّبهم في العلوم عشان يكمّلوا ويبقوا في منهم دكاترة ومهندسين improve your English. أنا بالنسبة لي ما خدتش ولا كورس English في حياتي، وأنا ساكنة في حي عين شمس البسيط جدًا، من أسرة بسيطة، عمري ما خدت كورس إنجليزي في حياتي، ولا كنت في مدرسة international، أنا كنت في مدرسة حكومة عادية. my way of improving my English أنا كنت باحب الEnglish أوي بصراحة وأنا صغيرة، فكنت لمّا باروح معرض الكتاب كنت باشتري المجلات الEnglish وأقعد أقراها، المجلات اللي هي زي cosmopolitan أو مثلًا كان في حتى مجلات مجلة اسمها Cosmo magazine مصرية بس بيكتبوا in English، فكنت باجيبها برضه وأقعد أقراها، كنت باسمع راديو English، كنت باتفرّج على برامج English Oprah Winfrey وThe Doctors، كنت باتفرّج على مسلسل Friends، بسبب إن أنا كنت مُحاطة بEnglish all the time وطبعًا الموبايل كان مكتوب الموبايل نفسه كان الsettings بتاعته in English، ده كلّه طوّر الإنجليزي بتاعي، من غير أي كورس، مجرّد بس شوية الحاجات دي، أتفرّج على أفلام، مسلسلات، وأغاني أجنبي، كنت أجيب الlyrics بتاعة أي أغنية وأغني مع المغنية، فبدل ما أقول every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you go on، فآجي أمّا أسمع مع Celine Dion أروح قايلة every night in my dreams، فالاقي نفسي بقت الaccent موجودة معايا، ليه؟ أنا باغني، بس الغُنى خلّاني أعرف يبقى في accent، ف فهو ده اللي ممكن نعمله، حاجات بسيطة، ابدأ اتطوّع وابدأ تقِّل الprofile بتاعك، ابدأ خلّي بروفايلك حاجة تقيلة، عشان أمّا تيجي يبقى عندك قصة تحكيها. build your profile step by step من النهارده، من النهارده ابدأوا كده شوفوا إيه ده أنا ممكن أعمل إيه؟ إيه ده أنا لسه طالب أنا ممكن أعمل إيه عشان أتقِّل الprofile بتاعي؟ إيه ده أنا اتخرّجت أنا ممكن أعمل إيه عشان أتقِّل الprofile بتاعي؟ أنا أصلًا شغّال ومتخرّج بقى لي شوية، أنا ممكن أعمل إيه عشان أتقِّل الprofile بتاعي؟ كل حد في كل stage من حياته ممكن يتقِّل الprofile بتاعه بحاجات كتير جدًا. إيه الopportunities اللي موجودة برّه؟ في حاجات studying abroad إن لو عايزين تدرسوا برّه مصر، في حاجات exchange programs اللي هي برامج تبادل ثقافي، زي البرنامج اللي أنا سافرت عليه قبل كده، وفي برامج G-Science حاجات جيولوجيا. طيب نبدأ بالstudying abroad opportunities عايزين أنا والله دلوقتي في الجامعة، وعايز أصلًا أنا زهقت من البلد دي وعايز أسافر وأهِج برّه مصر، وأشوف شغل برّه مصر، فأنا هابدأ بmasters برّه مصر، IFP school دي من أحسن الschools الموجودة في الGeoscience، بتقدّموا عليها، هي by the way فاتحة دلوقتي. بانصحكم كلّكم تخشوا، مش عشان تقدّموا ولا حاجة، لإن يعني إحنا بنتكلّم 15 إبريل يعني إحنا فاضل لنا أقل من شهر، ما أظنش حد يبقى يلحق يقدّم على حاجة زي كده في الوقت ده، هي للناس اللي أنا ما عرفتش أقدّم عليها لإن أنا كنت already عدّيت 5 سنين تخرُّج، هي للfresh grads أول ما تتخرّجوا بتقدّموا عليها، الdeadline بتاعها في 15 إبريل، بانصحكم تفتحوها ليه دلوقتي، شوفوا الapplication، شوفوا الأسئلة بتبقى إيه. شوف أنت لو هتجاوب على الأسئلة دي هاجاوب إيه؟ إيه ده! ده في سؤال أنا مش عارف أصلًا هاجاوب عليه إيه، ده أنا ما عنديش قصة أصلًا أحكيها في السؤال ده، يبقى أنا هاخلق الفرصة اللي هاعمل حاجة من دلوقتي لغاية لمّا أقدّم السنة الجاية، عشان لمّا آجي أجاوب السنة الجاية ألاقي حاجة أحكيها في السؤال ده، يبقى ده اللي هنعمله دلوقتي، نفتح كلنا IFP school ونشوف الأسئلة اللي موجودة في الapplication ونحاول نجاوبها ونشوف إيه الحاجة اللي هتعمل قصة قوية تخلّيهم يختارونا.
إيه ده لأ، ده أنا ما عنديش، طب أنا إيه اللي ممكن أعمله عشان أخلق قصة قوية في الحتّة دي؟ طب IFP school بتروحوا ممكن توضيح بس معلش، هو IFP school معاك. إيه هو الIFP school؟ الIFP school هي في فرنسا، الF referring لفرنسا. هي سكولة معمولة في الpetroleum geoscience في فرنسا، بتسافر لمدة سنتين، تاخد ماسترز هناك، و هم بيfully fund كل حاجة، بيدفعوا لك كل حاجة from A to Z، تذاكر السفر، الفيزا، الأكل والشرب، الإقامة، وفلوس عليها كمان. يعني ممكن ترجع كمان، يعني لو عايز تعمل shopping بالفلوس ما فيش مشكلة، عايز ترجع يبقى معاك فلوس كده تتجوّز بيها ما فيش مشكلة برضه، يعني كل ده بيبقى موجود. مين ناس مثلًا اتخرّجوا من IFP school وأحب إن أنتم مثلًا تخشوا على الprofile بتاعها أو تعرفوا إيه التفاصيل أو الكلام ده كلّه، في لين، أنا عايزة أفتكر لين علاء الدين، لبنانية، لين علاء الدين، LEENALAADIN، صديقة عزيزة جدًا عليَّ، راحت على الIFP school وخدت الmasters بتاعتها من هناك في خلال السنتين دول، وهي هناك ما شاء الله عشان هي already في فرنسا، قدّمت على شغل في شركة أنا ناسية اسمها دلوقتي، لأ أنا يعني بس يعني قدّمت على شغل في شركة وalready دخلت على الinternship program بتاعهم، وقعدت فيها سنتين، كانوا عاملين لها rotation 6 شهور، 6 شهور، 6 شهور، winter shell دي حطّوها 6 شهور rotation في ألمانيا، وبعدين 6 شهور في فرنسا، وبعدين 6 شهور في النرويج، و6 شهور في المكسيك. أنا اتعرّفت عليها في ال6 شهور بتوع مصر. جميلة جدًا لين وراحت على الIFP school، وده بيعلّي الprofile بتاعك جدًا وبيخلّيك تتقبل في المنح. طبعًا أنت وأنت هناك في الIFP school أنت أصلًا وأنت في الmasters أنت ممكن، هي كمان عملت ده، قدّمت على مسابقات للmasters students باسم IFP school باسم فرنسا، وكسبت في الIFP school، كسبت already مركز. وبسبب إنها كسبت مركز وسافرت على المؤتمر بتاع المسابقة دي، عرفت فرصة العمل دي من خلال ال 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 زي الEgypts كده، الhub الموجود واللي مليان كل اللي هو الexhibition الموجود أو المعرض اللي مليان كل الbooths والكلام ده كله، بدأت تلِف وتشوف إيه الحاجات. طب أنا master's student وalready هاخلّص في الفترة الفلانية، ما عندكوش منحة ليّا، ما عندكوش كذا، فلقيت شركة Wintershall دي بتدوّر على حد معاه already masters وفاتحين internship program لمدة سنتين، ولو عجبتهم هيشغّلوها، وalready فعلًا اشتغلت معاهم السنتين بالrotational 6 شهور، 6 شهور، 6 شهور في كذا بلد، وبعد ما خلّصت ثبّتوها معاهم في Wintershall. دي الIFP school. طب عندنا حد من مصر قدّم في الIFP school واتقبل؟ طبعًا، رنا بنبلة. رنا بنبلة من جامعة عين شمس قدّمت على الIFP school وخدت الmasters بتاعتها من هناك، وخدت منحة Exxon Mobil صرفت عليها مصاريف الmasters بتاعتها هناك، و رجعت هنا اتخطفت على طول في وest مجيبو. رنا بنبلة RANA PENBELLA. آدي كده اديتكم 2 اتخرّجوا من الIFP school. دي واحدة من الفُرَص اللي وباحب الفرصة بتاعتها ليه؟ لإن هي في فرنسا قريّبة، يعني يوم ما يوحشكم أهاليكم هترجعوا لهم تبُصّوا عليهم، قريّبة، مش زي في أمريكا بتبقوا الدنيا صعبة شوية، والسفر بقى وjet lag وتذكرة السفر نفسها ب1000$ فمبلغ كبير، لكن هنا الدنيا قريّبة شوية. فدي واحدة من أوائل المنح اللي أنا باقول لكم عليها في الmasters. تاني منحة هاتكلم عليها هي منحة الFulbright. منحة الFulbright بتبقى في أمريكا برضه لمدة سنتين fully funded، بيدفعوا فيها كل حاجة، وبرضه هي طبعًا قفلت دلوقتي، الdeadline هي بتفتح في جولاي، تقفل في أكتوبر. plan ahead، أنتم ممكن تفتحوا اليوتيوب تشوفوا الessays بتاعة الFulbright من دلوقتي، تشوفوا إيه الأسئلة اللي بيسألوها، إيه الحاجات اللي بيعملوها، إيه اللي ممكن تجاوبوه في الأسئلة دي. بيحتاجوا طبعًا recommendation letters 2 recommendation letters من ال الدكاترة بتوعتكم في الجامعة، تشوفوا ناس تكتب لكم recommendation letter كويس، وبتقدّموا، وبتسفّركم في أمريكا لمدة سنتين في واحدة يعني مجموعة من أحسن جامعات في مصر في أمريكا.
يعني من أشهر الجامعات في مجال الgeoscience بتاعتنا M&A University في أمريكا. مين سافر على المنحة دي؟ كتير جدًا، منهم طارق محمود جامعة حلوان، ده زميلي في الجامعة وسافر كان معيد في الجامعة وسافر على Fulbright. طب في Fulbright للناس اللي بعد كده، يعني أنا already اتخرجت وعايزة أعمل ماسترز، ممكن تعمل ماستر. طب أنا عايزة أعمل دكتوراه، ممكن تعمل دكتوراه في الFulbright. طب أنا عملت دكتوراه وعايزة أعمل post doctorate degree في برنامج 9 شهور Fulbright للpost doctorate degree. فFulbright لكل ماسترز PhD والpost doc ممتازة وfully funded والapplications بتاعتها بتفتح من جولاي لأكتوبر. طيب إيه المنحة التانية؟ دي منحة أنا باحبها بقى، أنا بالنسبة لي باحبها ليه؟ لإن أنا شغالة، مش هاقدر أسافر لمدة سنتين برّه، إيه الشركة اللي هتفضل مستنياني سنتين كاملين دول؟ باحب Chevening في حاجة إن هي بتدّيكم ماسترز في سنة واحدة، لا تقول لي بقى pre-master، إحنا عندنا في مصر بقى pre-master سنة، وبعدين سنتين عارف إيه، قصة طويلة جدًا. Chevening it's all in one سنة واحدة، سنة واحدة تكون already خلّصت الماستر بتاعك. بس الماستر بتاعهم حاجة اسمها مش research masters، لأ ده study، أنتم بتدرسوا مواد وبتمتحنوا فيها، وبتاخدوا الdegree بتاعة الماسترز بتاعتكم. ومن أحلى الحاجات في Chevening بقى إنه مدخّل فيه مجموعة من أقوى الجامعات في مصر، فيهم Imperial College London. Imperial College London دي تاني أحسن جامعة على مستوى العالم بعد هارفارد. فطبعًا نعم، يعني مين يتمنى إن هو يدرس في جامعة زي دي؟ كل ده من خلال Chevening. مميزاتها إن هي سنة واحدة، طبعًا fully funded برضه زي ما قُلت لكم، قريبة، لندن، يعني هنا في لندن فقريبة يعني مش بعيدة. السفر هيبقى سهل إنك ترجع تطمن على أهلك، ولو إن هي مدتها سنة واحدة، فبالتالي ما فيش بُعد لمدة طويلة يعني، فعادي ممكن حد يكمّل السنة كاملة وبعدين يرجع يشوف أهله في نهاية السنة. بتفتح كان قبل كده بتفتح في 5 أغسطس وبتقفل في نوفمبر، بس هم بسبب ضغط الناس اللي بتقدّم كل سنة، بيقدّم 100,000 شخص كل سنة على Chevening، بيقبلوا 3000 شخص. فهي highly competitive، نفسي أتقبل فيها في يوم من الأيام وآجي أقول لكم إن أنا اتقبلت فيها إن شاء الله. فهُم عشان يضيّقوا أو يقللوا عدد الناس اللي بيقدّموا كل سنة، خلّوها التقديم مدته لمدة شهر واحد، من 5 أغسطس لأكتوبر. باحب Chevening في حاجة كمان، إن هي ما بتاخدش خطوات كتير زي Fulbright. يعني Fulbright اللي هي اللي أنا وريتها لكم الslide اللي قبليها، بتملوا الapplication اللي هو الessays مش عارف إيه. هو كتير جدًا الصوت عشان اتقطع من أول حضرتك قُلتِ ما نملي الapplication. من أول ما إيه؟ أول ما حضرتك قُلتِ هنملي الapplication. لما وصلت في النقطة الفرق الميزة متاع الachieving على الFulbright. الachieving أنا حبيت إن هي Fulbright بتاخد stages طويلة جدًا في التقديم. يعني أنتم بتقدموا الأول بتجاوبوا على الessays اللي هو إحنا قُلنا إيه، الdeadline بتاعها في أكتوبر، خلاص قدمتوا والdeadline في أكتوبر. كلموكم قالوا لكم أنتم اتقبلتوا في المرحلة المبدئية، بعد المرحلة المبدئية بيعملوا لكم interview، بعد كده second interview، بعد كده third interview. فFulbright هي سهل إنك تتقبل فيها، بس long process. Chevening صعب إن الواحد يتقبل فيها. عشان كده أنا باحبها، ويوم ما بيتحط في الCV بتاعك إنك Chevening alumni بتعدّي في أي حتة زي ما أنا قُلت. فده بالنسبة لChevening. King Fahd بعد إذنك University. بعد إذنك مهندسة سارة، سؤال على achieving. أنتِ قُلتِ إن هي اتفضل. حتكون عبارة عن مواد فقط، يعني ما فيهاش رسالة بحثية في النهاية؟ الصوت مهندسة سارة ما نسمعش فكرة. الصوت فاصل عندك ما نسمعش فيه. معلش الصوت راح، أنا معاك تاني. تمام توا نسمع فيك. سمعتِ سؤالي إيه؟ لأ ما سمعتش السؤال للأسف. تمام مهندسة سارة، قُلتِ أنتِ يعني قُلتِ لنا إن هي مجرد مواد، المواد ما فيهاش رسالة بحثية في النهاية. ما فيش رسالة بحثية في النهاية،
ولكن أنت ممكن تتفق مع الدكاترة بتوعك إن أنا عايزة أعمل رسالة بحثية. you can do it. أنت ممكن تعمل abstract، لكن رسالة بحثية كاملة اللي هي ماسترز كبيرة لأ. هذه حتأثر بعدين لو مثلا يعني واحد من الطلبة يبي يكمل الدكتوراه. والله أنا عايزة أعمل رسالة بحثية كبيرة، أو طيب. عايزة أعمل معادلة، أو عايزة أعمل حاجة. طبعًا ده يعني يبقى ليهم الفخر، يعني إن أنت ما شاء الله هتقدر تساهم بالحاجات اللي اتعلمتها دي برسالة بحثية كبيرة، فحاجة هو ممتازة. هو باشمهندس، أنا عندي ملاحظة تانية على السريع. يعني حاليا قاعد نقرا في الماجستير، وتقريبا هيك بإذن الله أقل من عام ونكملها. هل هم في المنح هذه يرفضوك لما تكون عندك ماستر؟ مثلا نبي نقرا ماجستير مرة تانية تشيفنينج، هل لما يلقوا في السي في بتاعي إنه واخذ ماستر يتم الرفض؟ ده اللي كنت هاقوله. في ناس بقى بتعمل العكس، في ناس already بتبقى عملت الماستر وعملت الرسالة البحثية، ولكن عايزين ياخدوا ماسترز برّه، يتعلموا how earth science is perceived in other countries. عايزة أشوف الناس التانية هي بيتعلموا شيء إيجابي في التقديم أو سلبي بس الحاجة مش هذه؟ هيعمل لك أي حاجة خالص. هتقول إن أنا مثلًا أنت عملت ماسترز في الpetroleum geoscience، وبعدين رُحت عِدت تاني قُلت أنا هاعمل ماسترز في الpetroleum geoscience بس في الrenewable energy. يقول لك طب بس أنت عامل ماسترز، هتقول أيوه أنا عامل ماسترز بس أنا عايز أتعلم all about renewable energy. ليه؟ لإن ده الenergy transition في المجال بتاعنا، وأنا محتاج إن أنا أتعلمه to give back to my community، أرجع أعمل دوّة في بلدي مرة تانية. فمن هنا أنت قدّمت لهم حجة واضحة أنت ليه عايز تعمل ماستر إضافي، إن أنت عايز تتعلم حاجة إضافية جديدة مش موجودة في بلدك، ما خدتهاش في الماسترز بتاعتك. وتكتب كده في الإجابة بتاعتك في السؤال الرابع اللي هو بتاع طب وأنت ليه عايز تاخد الحاجة دي بالذات، هتقول وغير كده أنا already عملت الرسالة بحثية وعملت، وعملت، وعملت في الماسترز بتاعتي، وأنا عارف إن أنا once إن أنا to get back to my country بالماسترز دي أو بالحاجات اللي اتعلمتها دي، هاعمل تحسين ورسايل بحثية إضافية على بعد الحاجات اللي أنا اتعلمتها في المنحة بتاعتكم، وهadd on البحث بتاعي. ده يفرق معاهم جدًا. أنت كده عندك حجة واضحة أنت عايز تتعلم ليه الحاجة دي مرة تانية. فهمتني؟ فما فيش أي تمام. من الموضوع ده. وفي ناس تانية على فكرة شغالة في مجال البترول، وعملوا منحة في مجال ماستر في مجال البترول، وقدموا chevening أنا عايز أدرس مَيّة. إيه ده؟ يقول لك أصل أنا عايز أعمل career shift لاتجاه المَيّة. ليه؟ عشان عايز 1، 2، 3، 4 وبيتقبلوا. المهم إن أنت يبقى عندك إجابة. تمام، شكرا مهندس. أنا لسه باحاول أفتح، بس أنا عايزة أكمّل معاكم عشان شايفة الcall هتخلص في خلال 10 دقايق، فأنا هاكمّل معاكم شفهيًا يعني. كينج فهد University جامعة الملك فهد بتعمل حاجة بقى ممتازة. أنتم ممكن وأنتم طلبة لسه متخرّجين من الجامعة، أنتم ممكن تاخدوا دكتوراه على طول. حاجة اسمها KFUBM scholarship كينج فهد University petroleum program scholarship. ده program معمول مخصوص في مجال البترول من جامعة الملك فهد في السعودية، fully funded، بيدفعوا كل حاجة، وبتقدّم على طول وأنت طالب تروح تاخد دكتوراه، يبقى معاك PhD. بتفتح إمتى؟ بتفتح في شهر 11 وبتقفل يوم 10 يناير. فدي برضه من المنح بتاعة الماسترز اللي ممكن تقدّموا عليها. actually أنتم ممكن في سنة واحدة تقدّموا على كل منح الماستر وتشوفوا إيه اللي فيهم ممكن يقبل معاكم، ولكن plan ahead، يعني من الأول كده تجيب الأسئلة وتجاوب وتشوف وترتّب من بدري. يعني شوفوا معظم تقديمات المنح على فكرة بتبقى في شهر أكتوبر، شهر أغسطس، فأنتم عندكم وقت طويل في منح الماسترز دي بالذات إن أنتم تبدأوا تشوفوا الأسئلة إيه وممكن تجاوبوا إيه، وتبقوا محضّرينها كده في ملفات Word. once إن المنحة فتحت، كل منحة بقى تروحوا مقدّمين عليها زي ما هي.